يا صباح الهنا، كل سنة وانتم طيبين. النهاردة أول يوم في السنة الجديدة، 1/1/2026. ربنا يا رب يجعلها سنة الخير والسعد وكل حاجة حلوة في الدنيا. ويا رب يا رب يحفظ أهالينا وولادنا وحبايبنا يا رب، وما يزعلش حد أبدا. أنا لسه صاحي من النوم حالا على فكرة. الساعة دلوقتي 10:30 بالظبط، فقلت اما اصحى بقى ايه اسجل الفيديو ده عشان انزله النهارده، عشان ايه نشوف مع بعض كانت سهرتنا شكلها ايه. النهارده 1/1، يعني عيد ميلاد حبيب قلبي ونور عيني ودنيتي كلها، ابني حبيبي. النهارده ابني قفلنا 11 سنة، وفتحنا ان شاء الله ان شاء الله فتحنا بقى ايه ال 12. احلى 11 سنة في عمري كله، واحلى حاجة في حياتي واجمل حاجة حصلت لي في الدنيا وجود ابني حبيبي. الحمد لله يا رب انك رزقتني ابني، ربنا يرزق كل مشتاق يا رب. آم، مفيش في الدنيا ولاد زي حب الضنا ابدا، ومفيش حد بيحبك ابدا الحب الفظيع ده زي ابنك كده. ان ابنك يكون متعلق بيكي كده يعني عارفين مش عارفه اقول ايه. يعني ابني ده الحمد لله يا رب، ربنا يحفظه لي يا رب ويخليه لي يا رب ويكون عيني بيه ويفرحني بيه. احلى حاجه في الدنيا كلها محمد ابني، ربنا يا رب يحفظه. فهو بقى قال لي ايه؟ قال لي يا ماما، انا عاوزك تعملي بقى في راس السنه عشان عيد ميلادي، تعملي لنا كيكه شوكولاته كده، وتعملي لنا ايه، وعايز بيتزا، وعايز بص شويه حركات كده عملتها له بقى اول مره ايه، اعمله شويه الحركات الحلوه دي. الحاجات دي انا بعملها في العادي، بس هو قال لي ايه، قال لي اعملي الحاجات دي. فابني بس يعني بصوا، ابني يؤمر مش يطلب، ابني يؤمر كده، وانا يعني برموش عينيا كده اقول له حاضر واطيعه. ده نور عينيا، ده انا ما عنديش الا هو، وجالي ده بعد عذاب. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ربنا يحفظه لي. فانا طبعا ايه قضيت المهمه بسلام. جبت بقى ايه زي ما انتم شايفين بقى، طبعا انتوا عارفين ان انا بعمل الكيك من غير بيض، وبعمله برضو من غير لبن، بس انا بقى حبيت النهارده ان انا ايه احط له شويه لبن حلوين كده، يظبطوا معانا ايه يعني، تعاملوا الكيكه اكتر. طبعًا إيه باعمل بالمعلقة، على فكرة أنا باعمل الكيك بالمعلقة، ما باعملوش بالمضرب، بيبقى معايا مِيَّة، مِيَّة. الspatula بتاعتي يا جماعة مسروقة، مش لاقياها، مش لاقياها خالص بقى لي فترة، فإن شاء الله أجيب واحدة جديدة. أنا بقى خلاص الكيك خلص، قُمت حاطاه في الإيه، في الفرن بقى أجهّزه. هنا بقى إيه، عندي كده كام طماطماية كده وبصلاية صغنونة وقرن فلفل كده بيحرق، علشان إيه، نعمل الصلصة بتاعة البيتزا. ماشي، طبعًا هاحطها الأول على النار وإيه، وأجهّزها كده الأول تبقى معايا جاهزة، وهاركنها زي ما أنتم شايفين كده، هي مش محروقة على فكرة. هي خلاص كده خلصت أهو، زي ما أنتم شايفين مش محروقة. خلاص خلصت وإيه، وهاعملها بقى في الخلاط واحطها في الطبق كده إيه، لحد ما يعني هاجهز كل حاجات البيتزا كده حواليّا. عاوزة أقول لكم بقى تباركوا لي على الشفشق الجديد يا جماعة، أخيرًا، أخيرًا جبنا الشفشق الجديد، بس جميل عاجبني أوي. خلاص كده هنضرب بقى ايه الطماطم دي في الخلاط، وهنسيبها بقى نركنها في جنب. شوفوا بقى قبل ما اركنها هعمل ايه. الاسباتولا يا جماعه مقصره معايا قوي. لازم اجيب واحده، شوفوا مش عارفه اعمل حاجه من غيرها اصلا، هي برضو بتنضف الحاجه يعني. هجيب بقى، بصوا بقى، هجيب على الطماطم دي بقى شويه هنكاها بقى، بص شويه، حطيت شويه ملح طبعا، وده زعتر، هفرمه كده بايديا واحطه، وهجيب شوية فلفل اسود وشوية دي 7 بهارات، وبس، وشوية فلفل اسود وشوية 7 بهارات بس، وحاجات مش كتيرة، حاجات كده بس ايه للنكهة مش اكتر، نكهة بس ايه الطماطم دي ونديها طعم حلو. فكده خلاص ايه، كمان الطماطم هتخلص اهي، خلصت معانا ونركنها بقى. هنا بقى هعمل ايه، نخش على العجين. عايزه اقول لكم بقى بمناسبه الدقيق ان انا ما عملتش مقدار، لان انا بعمل الحاجات دي على طول، فعارفه مقداري. اولا الكيك كوبايتين دقيق في معيار اي حد، وبنفس الكوبايه ما تغيروهاش، يعني الكوبايه اللي تعايروا بيها من الاول خالص هي دي. و... وهكتب لكم بقى المقادير انا دلوقتي في الحاجات دي. وهنا بقى زي ما انتم شايفين كان عندي، انا عايزه اقول لكم ان انا كان عندي كوبايه لبن واحده اللي هي دي اصلا، فحطيت عليها كمان كوبايه ميه. يعني انا كان عندي لبن قليل فانا حطيت عليه كوبايه ميه، يعني مش كله لبن بس. وهنا بقى ايه زي ما انتم شايفين، انا قلت اما اعجن البيتزا بقى طالما عندي لبن هعجنه باللبن. هنا بقى هتخلص من هشيل معلقة زي ما انتوا شفتوا كده، هشيلها بقى اهو، واشتغل بقى بايه بايديا.
طبعا هحط برضو شويه ميه كمان عشان ايه اهي، عشان تبقى العجينه مية مية. شوفوا بقى، طول ما انتوا بتعجنوا ولقيتوا ايدكم مثلا بتلزق او حاجه في العجينه، ابقوا حطوا شويه ايه بين ايدكم زيت، بس مش اكتر، علشان ايه مش عايزين نملاها زيت وكده، عشان تبقى عجينه طبيعيه. هنا بقى سبتها تخمر، غطيت عليها عشان تخمر، وجبت بقى الفلفل والطماطم كده قطعتهم زي ما انتم شايفين، وهركنهم بقى في جنب. وما تحطوش عليهم ملح عشان ما تنزلش ميتهم، عشان ما يتبلوش. اما نبقى نيجي نعملهم نبقى نحط الملح. هنا بقى الكيك كان خلص معانا زي ما انتم شايفين. على فكرة والله الكيكة مش محروقة، هي بس سيكة كده ايه، يعني زادت سيكة، لاني كنت مشغولة بحاجات تانية ونسيتها. هنا بقى هنجيب كوباية سكر، كوباية مية، ونحط عليها ايه معلقتين 3 سكر كده، ونقعد نغرس في الكيكة كده، ونقوم رايحين ايه ساقينا بالكيكة. طبعا احنا بنسقي الكيكة وهي باردة، مش بنسقيها وهي سخنة عشان ما تعجنش. لو حطيتوا المية دي او اللبن او العصير او اي حاجة عندكم في الكيكة وهي سخنة بتعجن، بطعمها وحش قوي. فانتوا اللي تستنوا على الكيكة لما تبرد يا جماعة، الكيكة لازم تبرد. هنا بقى خلاص كده الكيكة كانت خلصت معانا. حبيت بقى اعمل شوية حركات كده، فجبت ايه، جبت جوز الهند اللي عندي، وقمت رشاه كده على ايه، على الكيكة. كان عندي بقى يا جماعة بصوا موزتين، والله العظيم مش راضيين ناكلهم. قلت لا انا اسيبهم ايه، اقطعهم على الكيكة كده عشان يدوا منظر. نسيتهم خالص. هنا بقى خلاص كانت البيتزا كانت خمرت معايا، العجينة خمرت معايا خلاص. فانا بقى ايه هجيبها كده، اجيب بقى شوية زيت محترمين كده، احطهم في الطاسة كده، في ايه في الصينية كده، واقوم رايحة ايه مبططة بقى عليها ايه، فرد عليها العجينة. شوفوا بقى، عايزين تفردوها صح من غير ما تضايقكم، طبعا يعني نعملها حلو. بعد كده تقوموا جايين من النص كده بقى، تقعدوا ايه تفردوا فيها كده، هتقوم رايحة ايه مفروضة صح. هنا طبعا جبت شوكة برضو، قعدت اغرز فيها علشان ما تقبش معانا، ما تبقاش عاملة زي الرغيف القابب كده. لازم تتغرز عشان الهواء. عشان الهواء ايه اللي فيها يطلع، عشان ما تقبش معانا. هنا بقى زي ما انتم شايفين طبعا جبنا بقى ايه الصلصة، وايه شوفوا يعني خلي بالكم ان البتاع ده الصينية كده فيه ايه قطع الصينية صلصة. هنا بقى ايه وزعت زي ما انتم شايفين الصلصة، وكان عندي حتتين جبنة رومي كده، قمت جايبة مبشرة، وقمت ايه بشراهم. جبت الطماطم وزعتها، وهجيب برضو ايه الفلفل. انا عايزه اقول لكم ان دي احلى واجمل بيتزا بالنسبه لي. انا بحب البيتزا كده، بحبها ساده كده، ما بحبش فيها لحوم ولا اي حاجه. طبعا عادي يعني اكلها، بس تطعمها كده اكتر. اصل انا من الناس اللي بيحبوا قوي الفلفل الاخضر في الاشياء. فطعم الفلفل بقى مع الطماطم في العيش بيبقى جبار. انا بحبها كده. خلاص طلعت معانا اهي مش محروقة والله، هي بس ايه، الحتت الحمرا دي اللي هي كانت في الصينية دي، هي اللي بس ايه جت سيكة كده، لكن هي كانت فظيعة ورهيبة. انا هوريكم شكلها من تحت دلوقتي، بس ما تبرد شوية. هنا بقى ايه كان عندي 3 جزرات وتلات برتقانات. طبعا قشرت البرتقان وطلعت البذر اللي فيه ده، وايه وجهزت ايه جهزت الجزر. هنعمل ايه بقى، هغليه واجهزه عشان نعمل احلى 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 كوبايتين عصير. خلاص هو كده تمام، هسيبه بقى يبرد عشان الخلاط. بعد كده هعمل ايه، هجيب بقى الفشار زي ما انتم شايفين كده ايه واظبطه. احط بقى شويه ملح، حبه زيت بقى محترمين، وحبه الملح عليهم، واسيبه يطقطق كده وايه ويبقى مع نفسه. عاوزه اقول لكم ان اللقطه بتاعت الخلاط دي ما جاتش، يعني في حاجات كده ايه وانا مجهزه الفيديو دلوقتي ما لقيتهاش. مش مشكله نعملها بالتفصيل بقى على ايه على الفيس كده. هنا خلاص كده الفشار كان خلص معانا، وبصوا الصينيه نار مش قادره امسكها. خلاص ظبطت الدنيا وخلصت الفشار. وهنا بقى زي ما انتم شايفين كده خلاص الاكل بتاعنا جاهز والحاجه جهزت. نخرج بقى انا ومحمد كده ونقعد بقى نتعشى سوا كده ونظبط دنيتنا. كلنا بقى اتلمينا كده على العشاء كلنا، وقعدنا ناكل، وطبعا عملت عصير والحاجه الساقعه زي ما انتم شايفين. وكلنا والاكل كان تحفه، والله العظيم كان تحفه. البيتزا كانت تحفه تحفه تحفه، والكيكه كانت روعه، والاكل كان جميل. جبت بقى الريموت كده وقعدنا نتفرج على الحفله المتبقيه.
من أنغام، لإني طبعًا ما عرفتش أتفرّج عليها كلّها لإني كنت مسحولة في المطبخ. هنا بقى خلاص باورّيكم بقى الليلة بعد ما أكلنا وشربنا الحمد لله. على فكرة أنا عايزة أقول لكم والله العظيم بجد فعلًا الصواني فضيت. فعلًا يعني خلاص كان كلّه اتاكل، وألف هنا وشفا على قلب اللي كَل يا رب، وكانت ليلة زي القمر واتبسطنا وضحكنا وهزرنا، وكل سنة وأنتم طيبين وسنة سعيدة عليكم يا رب. هنا بقى خلاص روّقت المطبخ. أنا مروّقة المطبخ ده الساعة 02:30 والله، مش هاعرف أنام والدنيا مكركبة أبدًا، استحالة، مش أنا. روّقت طبعًا المطبخ زي ما أنتم شايفين وخلّيته زي الفل. وكده خلاص يا حبايب قلبي الليلة بتاعتنا خلصت، وأتمنى إن كل حاجة عملتها النهاردة تعجبكم، وربنا يجعلها سنة الخير والسعد، وهي هتبقى سنة جميلة لأن هي بادئة بالشهور الحلوة رجب شعبان رمضان. كل سنة وانتم طيبين. اللهم بلغنا رمضان بقى لا فاقدين ولا مفقودين. يلا باي.